داخل كلية جديدة محتار تشتري لابتوب ازاي؟ ركز معايا. أول سنة جامعة الناس بتسأل نفس الأسئلة، هل لازم أشتري لابتوب غالي؟ إيه أحسن جهاز لكليتي؟ هندم لو جبت حاجة رخيصة؟ أنا هنا علشان أساعدك تختار اللابتوب المناسب ليك حسب الكلية بتاعتك، حاسبات، هندسة، إعلام، تجارة، حقوق. ولو خلصت دراسة وعاوز لابتوب ليك برضو خليك معايا هقولك إيه الأفضل ليك. أول خطوة اسأل نفسك أنا هستخدم اللابتوب ده في إيه؟ ولو الإجابة بتاعتك كانت برمجة، تصميم جرافيك، ذكاء اصطناعي، ألعاب، ولا أبحاث ومحاضرات وورد وإكسل وباوربوينت. طب لو الميزانية بتاعتك محدودة ولا ناوي تستثمر جامد في اللابتوب ده؟ بعد الإجابة نبدأ نختار على حسب ده. لو كليتك عملية، هندسة، حاسبات، نظم معلومات، ذكاء اصطناعي، أو استخدامك برمجة وتصميم جرافيك وذكاء اصطناعي وألعاب، ما تقلش عن المواصفات ديت. البروسيسور انتل كور اي 5 جيل عاشر فئة الاتش، او اي ام دي رايزون 5 او 7. الرامات 16 جيجا دي دي ار 4، الباص بتاعها يفضل يكون 3200 ميجا هرتز. الاستورج اس اس دي ان في ام اي لان ده هيكون اسرع بكتير جدا من الاتش دي دي. الجي بي يو نيفيديا جي تي اكس 1650، وفي نيفيديا ار تي اكس 3050، وفي ام دي راديون ار اكس 6600 ام. الكروت دي الفي رام بتاعها 4 جيجا. خليك معايا في نهايه الفيديو هقول لك ترشيحات تشوف منها اللي يناسبك. طب لو الكليه بتاعتك نظريه، تجاره، حقوق، او اعلام، او اداب، او الشغل بتاعك وورد واكسل وباوربوينت وفيديوهات والمحاضرات، المواصفات ديت هتكون كافيه جدا بالنسبه لك. بروسيسور انتل كور اي 3 جيل عاشر فئه يو، او ام دي رايزون 3 او 5. الرامات 8 جيجا دي دي ار 4، ويفضل برضو يكون الباص بتاعها 3200. الاستورج اس اس دي ان في ام اي. طيب كده عرفنا المواصفات بشكل عام. هقول لك شويه ترشيحات تشوف منها اللي يناسبك. لو انت كليه عمليه او الناس اللي هتصمم تشتغل جرافيك، في اسوس تاف داش 15 ده اف 15 ده بروسيسور انتل كور اي 7 12650 اتش، رامات 16، عليه 1 تيرا اس اس دي، وعليه كارت شاشه ار تي اكس 3060 6 جيجا. وفي لينوفو ليجن 5 رايزون 7 5800 اتش، رامات 16 و1 تيرا اس اس دي، وعليه ار تي اكس 3070 8 جيجا. وفي ماك بوك برو ام 1 وام 2 ده ممتاز جدا في البرمجه والام ال، بس ام 1 مش مناسب للالعاب. لينوفو ايديا باد جيمنج 3 عليه رايزون 5 5600 اتش، 16 جيجا رام، 512 اس اس دي، وجي تي اكس 1650 4 جيجا. في اتش بي فيكتور 16 ده رايزون 5 5600 اتش، رامات 16، 512 اس اس دي، وار تي اكس 3050 4 جيجا. وفي ديل انسبيرون 15 55 25 ده انتل كور اي 5 1240 بي، 16 جيجا رام، 512 اس اس دي، والجرافيك الداخلي قوي نسبيا. في ام 2 ابل ماك بوك اير ده 16 جيجا رام، 512 اس اس دي. طيب لو الكليه بتاعتك نظريه، اداب، اعلام، تجاره، او شغلك وورد واكسل وباوربوينت، خليك في اسوس فيفو بوك 15 ده رايزون 5 5500 يو، رامات 8 جيجا، 512 اس اس دي، وعليه كارت فيجا راديون جرافيكس. في اتش بي بافيليون اكس 360 ده انتل كور اي 3 12 15 يو، 8 جيجا رام، 256 اس اس دي، والشاشه بتاعته تاتش. في تيل انسبيرون 14 54 20 ده انتل كور اي 5 12 35 يو، 8 جيجا رام، 512 اس اس دي، وعليه كارت فيجا انتل. في لينوفو ايديا باد سليم رايزون 3 ده 7 320 يو، رامات 8 جيجا، 256 اس اس دي، وعليه راديون 610 ام. اهم 5 نصايح قبل ما تشتري: بلاش يكون عليه اتش دي دي لوحده، لازم يكون معاه اس اس دي حتى لو صغير للويندوز بس. ما تشتريش اقل من 8 جيجا لان هتتعب جدا. طيب ولو كليات عمليه ما تشتريش اقل من 16 جيجا. ما تشتريش بالشكل، اهم حاجه الاداء، اسال عن الضمان، مكان الصيانه، جرب الجهاز كويس. ومش معنى ان الجيل بتاع البروسيسور عالي يعني الاداء بتاعه عالي خالص. نفس الكلام في كروت الشاشه. خلاصه الكلام: لو الكليه بتاعتك عمليه ركز على البروسيسور، وركز على كارت الفيجا، وركز ان الرامات ما تكونش اقل من 16. لو الكليه بتاعتك نظريه ركز على اللاب يكون وزنه خفيف، والشاشه تكون مناسبه لعينيك، وكمان البطاريه بتاعته تقعد فتره طويله. طب لو الميزانيه بتاعتك محدوده، دور في المستعمل، في حاجات كتير محترمه، في ديل لاتيتيود، في لينوفو ثانك باد، وفي اتش بي اليت بوك. في اجهزه استيراد مخصصه للاعمال قويه وسعرها مناسب. قول في كومنت انت في كليه ايه وميزانيتك كام، وهنرشح لك افضل جهاز مخصوص ليك. بالتوفيق في الدراسه وبدايه قويه باذن الله.